اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو حلو جدا. النهارده ان شاء الله 10 رمضان، بس زي ما متعودين الفيديو ده هينزل لكم يوم 11 رمضان. النهارده ان شاء الله هنفطر، هنعمل محشي على الفطار. بس ده بقى انا هعمله قبليها بليله، يعني بالليل كده هحشيه وهعمله معاكم. النهارده بقى هنعمل محشي كرنب. هنسلقه مع بعض من الالف للياء كده، هقول لكم التسويه الصح ليه. وكمان هنعمل بتنجان، وهنعمل كوسه، وهنعمل فلفل. هنا البتنجان هعمله بطريقه حلوه قوي، هخليه ما يجلدش منك وما يشدش معاكي. انا ماشيه بالطريقه دي على طول، بصراحه حلوه جدا. واصلا انا هعمل المحشي مش في الحله. انا ما بحبوش في الحله خالص. بحبه في الصينيه ومحمر كده. اول حاجه شلت الورق بتاع الكرنب، التخين يعني اللي بره، وقطعت البتاع اللي في النص دي، مش عارفه بيسموها ايه. وبعد كده رحت على ميه مغليه على النار، حطيت فيها شويه كمون حلوين كده عشان خاطر الكرنب. طبعا ميه الكرنب او القرنبيط او الكلام ده لازم تحط فيها شويه كمون عشان خاطر المعده وكده يعني. هنا بقى ابتديت اخد ورقه ورقه. ممكن تحطي الكرنبايه زي ما هي كده في الحله عادي خالص، بس انا طبعا انا اخدت ورقه ورقه اضمن. عشان خاطر خفت بقى ان الميه تدل يعني تتكب على البوتاجاز بتاعي، او الحله بتاعتي تطلع صغيره عن الكرنب. اخدت يعني بتاع ممكن 5 ورقات 5 ورقات. وابتديت ان انا اسيبهم في الميه المغليه دي مده، يعني ممكن ما تكترش عن 5 دقايق، 5 دقايق او 4 دقايق بالكتير قوي، وبتطلعيها بعد كده. ما تكتريش في سوى الورق بتاع الكرنب عشان خاطر ما يتهريش منك وما تعرفيش تحشيه بعد كده. يعني اخره 4 دقايق 5 دقايق بالكتير، او بالذات البلدي اللي نازل ده ما بياخدش سوا خالص. جبت بقى صينيه جنبي كده، وابتديت ان انا اشيل اول دور انا حطيته بتاع الورق. هشيله، هحط برضو غيره، هخلص الكرنبه كلها بنفس الطريقه. لو انت بقى كترتي عن كده سوا هيتهري منك، وانت اصلا مش هتعرفي تحشيه ان هو بيبقى مهري. لان البلدي زي ما بقولت لكم ان هو ما بياخدش سوا كتير، غير اللي بيطلع في الصيف ده. ممكن بياخد سوا شويه، لكن اللي بتاع الشتاء البلدي ده ما بياخدش سوا خالص، بيبقى حلو كده مسكر وورقته خفيفه، وما فيهوش حتى ورق اخضر كتير. يعني زي ما انتم شايفين كده الكرنبايه اصلا ما فيهاش ورق اخضر كتير خالص، يعتبر ما فيهاش ورق اخضر. يعني في الصيف بيبقى الكرنب بتاعه بتلاقيه ورق اخضر اخضر، لكن ده لا، يعني ده تحسه ان هو لونه ليموني كده، مش اخضر اللي هو الناشف. هنا حطيت برضو الدور التاني بنفس الطريقه كده برضو. هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه دي كده، وبعد كده هرجع لكم وهوريكم الكميه كلها. شايفين؟ بوريكم ان الورقه ماسكه نفسيها. لو سبتيها عن كده مش هتعرفي اصلا انت تطلعيها حتى من الميه، هتبقى مهريه معاكي خالص. فانا كده خلاص بسيب كل دور مثلا 4 دقايق او 5 دقايق بالكتير قوي. خلاص الورق بقى اللي بيبقى جوه في الكرنبايه من جوه ده بيبقى اطرى من اللي بره، فبسيبه 4 دقايق بس وبطلعه. الورق اللي بيبقى فيه عروق كتير من بره ده، اللي بيكون مغلف الكرنبايه ده، بيبقى ناشف شويه، بسيبه 5 دقايق. فاهمين الفكره؟ انتوا بقى بتحددوا ورقه الكرنبه معاكم طريه ولا ناشفه. هنا بقى خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. هي الكرنبه ما كانتش كبيره قوي وما كانتش صغيره قوي، كانت وسط كده، كانت حلوه. وهوريكم بقى هقطع ورقتين 3 معاكم كده، هوريكم بقطعها ازاي. بشيل العرق بتاع الورقه الاول خالص، بعد كده بلفها بالراحه خالص كده، واروح قطعاها نصين او على 3 براحتك خالص، على حسب حجم الورقه. لو طويله قوي زي دي انا هقطعها على 3 عشان كبيره. بقطع العرق الاول خالص، ده ما بيترميش. يا اما بتخلليه تعمليه مخلل، يا اما بتحطيه في قعر الحله. انا حطيته في قعر الحله النهارده، واللي فضل هعمله مخلل ان شاء الله. هنا بقى بمسك اللي انا قطعته ده واقطع حجم الورقه اللي انا عايزاه وارصه فوق بعض. ده بيسهل عليا الحشو خالص، بيسهل عليا الحشو جدا جدا جدا. خلاص هخلص بقى الكميه كلها كده، ويلا بينا بقى ندخل على المحشي التاني. هقطع معاكم ورقه كمان وخلاص على كده. برضو بنفس الطريقة هتلفيها بنفس الطريقة كده رول، وبعد كده بتقطعيها نصين او 3 على حسب الحجم زي ما قلت لك. تمام كده. ندخل بقى على المحشي التاني بتاع البتنجان. البتنجان انا دول طريتهم. تمام. كان فاضلين كام واحده كده، قلت هطريهم معاكم. بضغط عليهم كده على الرخامه بالراحه خالص عشان خاطر ما يفرقعوش منك وما يتفتحوش.
بعد كده بمسك البتنجانية من فوق كده، بشيل الزر اللي بتاعها ده وحرميه. تمام. اهم حاجه تطري البتنجانه قبل ما تقطعي الزر ده، لو انت طريتيها بعد ما تقطعي الزر ده البتنجانه هتفتح من فوق معاكي، فطريها الاول بعد كده افتحي الزر ده معاكي. بعد كده بقى بمسك الكوسه بتاعتي، بروح عامله لها خطوط كده، بتديها شكل حلو قوي بالمقوره بتاعتي، بتديها شكل جميل جدا جدا جدا. حابه تسيبيها زي ما هي براحتك، بس دي بصراحه بتديها شكل حلو قوي. اللي بيمسك كوسايه كده بياكلها بيبقى شكلها حلو وطعمها كمان حلو، بيبقى ليه نفس ان هو ياكلها. بعد كده بقطع الحته اللي من فوق دي، وبيبقى فيه زر صغنون كده اسود من تحت برضو بقطعه. تمام كده. هخلص برضو كميه الكوسه كلها، انا ما عملتش كوسه كتير بصراحه. هخلص كميه الكوسه وهوريكم برضو الفلفل انا بقطعه ازاي. تمام. فلفل الرومي بقى، انا بمسك الحته اللي فوق دي، السر اللي فوق ده، وبقطعه بالسكينه داير ما يدور. تمام. سهل خالص. هنا بقى البتنجان بتاعي بقوره بالراحه خالص عشان خاطر ما يتفتحش مني. اللي انا بحسه بيتكسر معاكي بسهوله في التقوير الكوسه عشان ناشفه، لكن البتنجان طول ما انت طريتيه معاكي ما بيتكسرش ان شاء الله، ومش هيتفتح منك طول ما انت بتتعاملي معاه بالراحه. طبعا انا مش بتعامل معاه جامد ولا حاجه، انا مسرعه الفيديو عشان كده باين معاكم بس ان انا بتعامل معاه جامد، لكن انا بتعامل معاه بالراحه خالص بصراحه. خلاص. هنا بقى الكوسه بدخل بالراحه خالص، وبقور بالراحه برضو لان الكوسه ناشفه جدا، من الحاجات الناشفه لو انتي ضغطت عليها جامد هتتكسر منك. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا برضو ما نقورهاش جامد، بنسيب فيها شويه لحم كده عشان خاطر طعمها يبقى باين. ما تقورهاش جامد، ولا البتنجان برضو تقوريه جامد ان هو يبقى رهيف قوي، لا، ولا رهيف قوي ولا تخين قوي، بتخليه معقول. يعني الواحد يحس بطعم البتنجان، ما يحسش نفسه بياكل قشرة البتنجان، لا. تمام. هقور بقى الكمية كلها بنفس الطريقة دي، وهوريكم بقى بعد ما اخلصهم خلاص. فاضل كده معانا ايه؟ كده خلصنا الكرنب وقطعناه، وخلصنا كمان البتنجان، وخلصنا الكوسة والفلفل بقى زي ما قلت لكم هقوره من فوق كده، بقطع الحتة اللي من فوق دي وخلاص كده. الفلفل الرومي العادي خالص. آم، انا زي ما قلت لكم انا بحب اعمل المحشي بتاعي في صينية مش في الحلة، عشان بحبه ياخدوا لون كده مع السمنة البلدي في الاخر خالص، بيحبوا ياخد لون حلو محمر كده. بيديله طعم وشكل حلو بصراحه. هوريه لكم في الاخر. هنعمل مع بعض بقى الخلطه بتاعتنا. الخلطه بتاعتنا بتاعت المحشي سهله جدا وبسيطه. اول حاجه باخد معلقه سمنه محترمه كده، وعليهم شويه زيت، برضو شويه زيت كويسين قوي كده. وبعد كده بقى بكون فرمه بصلتين كبار في الكبه، او مقطعاهم على ايدك براحتك، بس انا في المحشي بالذات بحب افرمه في الكبه عشان بيبقى ناعم. مبحبش ان البصل يبقى باين طعمه او بيقرش معاكي في المحشي وانت بتاكليه. تمام. بحب افرمه ناعم كده، بصلتين كبار كده، وضربتهم في الكبه بتاعتي. هبتدي اقلب في البصله كويس قوي لغايه لما تبتدي تاخد اللون الذهبي الفاتح. تمام. انا طبعا مجريه الفيديو معاكم عشان خاطر الوقت بتاع الفيديو. وهنا حطيت معلقه توم صغيره كده، اول ما اخدت اللون الذهبي الفاتح كده البصله، رحت نزلت عليها بمعلقه توم مفروم صغيره، هديها تشويحه بسيطه. وطبعا كنت مطلعه كيسين كبار من الطماطم اللي انا مفرزاها معاكم. تمام. بصراحه بتنفعني في المحشي بالذات، يعني لسه هضرب كميه طماطم، لا، دي بطلع اهو زي كده بتبقى متلجه، بطلع الكميه اللي انا محتاجاها، كيس اتنين تلاته، انا دول كيسين. والحته الصغيره دي يعني هما كيسين، يعني اتكسرت من كيس. تمام. وهبتدي هسيبها براحتها خالص على نار وسط كده، وهغطيها وهي هتفك لوحدها. شايفين ابتدت تفك ازاي؟ كل من وقت للتاني كده بديها تقليبه، وخلاص بغطيها تاني، هسيبها ورا بقى براحتها خالص. هنا بقى هعمل حركه في البتنجان هيخلي البتنجان معاكي ان هو ما يجلدش منك وما يشدش معاكي. انا بمشي على الطريقه دي بصراحه حلوه قوي. بسخن شويه زيت كده، وبحط البتنجان بتاعي اللي انا قورته وغسلته كويس قوي، بحطه في الزيت بعد ما يسخن. انا مش بقلي البتنجان، انا مش بسويه، ما تسويهوش خالص، انا بديله دقيقه على الوش ده او دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده وخلاص على كده. تمام. بديله زي صدمه، صدمه على الوش ده وصدمه على الوش ده. تمام. انا مش هطول عليه على النار خالص. من وقت للتاني برضو بقلب الصلصه بتاعتي عشان ما تتحرقش.
هنا شايفين ما بقى مش بسويه، لو بسويه هتلاقيه اخد معاكي لون، لكن انا لا، انا بديله صدمه من كل ناحيه فيه، من ناحيتين، وخلاص على كده وبطلعه. بيبقى بصراحه حلو قوي، ومش بيشد معاكي خالص، ومش مجلد حتى لو بات معاكي وسخنتيه في الفرن الكهربائي بتاعك او الفرن العادي، بصراحه بيطلع كأنك لسه عاملاه حالا. طعمه حلو قوي، بيبقى طعمه مختلف عن اللي انت بتسويه ني، ومش بياخد سوا على النار. يعني بعد ما احطه على النار مش هياخد سوا خالص معايا. تمام. هخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. تمام كده. جربوا بس حركه البتنجان دي، في ناس برضو بتديله زي صدمه في ميه مغليه. تمام، وبتطلعه براحتها خالص، بس انا بصراحه حبيت حركه الزيت دي، بتخلي طعمها حلو. هنا الصلصه بتاعتي فكت، وكمان اتسبكت وتقلت خالص خالص خالص، وطلعت كميه الميه اللي فيها. ونزلت بقى بكميه الرز وكميه الخضره بتاعتي. الخضره عباره عن شبت، رابطه من الشبت، رابطه من البقدونس، رابطه من الكزبره. بس انا مكتره الشبت شويه، يعني ممكن ربطتين من الشبت. وحطيت شويه رز تاني، وابتديت ان انا اقلب الخلطه دي كلها. بهاراتي عباره عن ايه؟ بهاراتي بسيطه جدا. هحط كزبره ناشفه، بتاع معلقتين كبار من الكزبره الناشفه. وبهارات مشكله. بهارات مشكله عباره عن ايه؟ فلفل اسمر، وكمون، وملح. تمام. وحطيت شويه ملح كمان. وهديله بقى الكلام ده كله تقليبه. والسر بقى اللي بيخلي المحشي بصراحه حلو، اديله معلقه سمنه كده، بالذات لو سمنه بلدي، في خلطه الرز نفسها. بصراحه بيبقى طعمها خرافه. اي نوع سمنه، بس حتى يا بس الاحلى لو سمنه بلدي. تمام كده. هديله تقليبه حلوه كده. خلاص كده الخلطه بتاعتنا جاهزه، والحاجات بتاعت الحشو جاهزه. يلا بينا نحشي بقى. اول حاجه جبت حله فاضيه كده، هحشي اول حاجه كرنب واخلصه. وبعد كده هحشي بقى ايه الحاجات، هتبقى سهله عليا. اخدت عروق الكرنب كده وقطعتها في قعر الحله. تمام، لغايه لما تغطي الحله. دي احسن بصراحه من ان انت تحطي بصل مقطع. ممكن تحطي بصل مقطع، ممكن تحطي طماطم مقطعه، ممكن تحطي بطاطس حلقات. ممكن تحطي اي حاجه بصراحه عندك. شويه خضره. بس انا بقى عندي العروق، فانا هرميها؟ لا، مش هرميها، هستفاد منيها. فاهمين قصدي؟ وغير كده ان انا هبيت الحله دي في التلاجة. انا عملت المحشي ده من بالليل. تمام، لفطار تاني يوم. فالبصل مش هينفع ان انا اقطعه واسيبه. هنا بقى بحشي، باخد الورقه. شايفين بيبقى سهل عليا ان انت تقطعي وتبقي الورقه بطريقتها جاهزه كده. مش اخدتش معايا وقت خالص الحله. غير بقى ان انت لسه هتقطعي ورقه بورقه وتحشيها ورقه بورقه. لا، قطعيها فوق بعض كده وجهزيها، وان شاء الله تطلعي تقعدي في الصاله بتاع قدام التلفزيون واحشي كده، مش هتحسي اصلا ان في حاجه. انا عملت اول طبقه كده، وهكمل بقى الطبقات كلها فوقيها، وبعد كده هرجع لكم. هنحشي بقى دلوقتي هندخل على البتنجان. البتنجان طبعا بعد ما بتديله صدمه في الفرن على الزيت، اسفه، بتلاقيه ان هو زي كش معاكي. حاولي افتحي يعني الفتحه بتاعته اللي فوق دي، وحاولي احشيه. هتلاقيه طري معاكي، بس بعد ما بيتحشي خلاص بيمسك نفسه وبيبقى حلو. وجربيه والله العظيم تاني، وطعمه بيبقى حلو بعد التسويه. احلى بكتير قوي من ان انت تسويه ني، يعني ني كده. تمام، هو برضو حلو مفيش حاجه. بس في ناس طبعا على حسب البتنجان ممكن يجلد معاها، ممكن يشد معاها، ممكن ياخد سوا كتير على النار. فدي طريقة مضمونة، وانا بصراحة ماشية عليها على طول. هنا بحشيها بقى بالراحة خالص. طبعا هتقولوا لي ايه ده، انت بتعملي المحشي في الصينية، احنا بنعمله في الحلة. بصوا، انا بصراحة ما بحبوش في الحلة. انا في الحلة ده بحس ان انا باكل حاجة مسلوقة. تمام. مش محشي، يعني بحس محشي مسلوق كده في مية. فاهمين قصدي؟ لكن لما بحطه في الصينية كده، وياخد التحميرة الأخيرة كده مع شوية سمنة عادية أو سمنة بلدي، بصراحة هوريكم الشكل وانتوا هتفهموا قصدي. بصراحة الشكل لوحده يفتح النفس، غير ان الطعم أحلى بكتير، أحلى بأضعاف. جربوه في الصينية كده في الفرن. بصراحة حلو أوي. أنا بسويه عادي خالص على عين البوتاجاز، وبعد ما بيتشرب بروح مدخلاه الفرن. بياخد تحميرة كده مع السمنة البلدي، بيديله تحميرة وكرملة كده حلوة. هوريها لكم. هنا بقى خلصت، خلاص هخلص البتنجان. وهنا دخلت على الكوسه، وهنخلصها برضو. هنا برضو الفلفل نفس الطريقه دي. انا مش عايزه اطول معاكم الفيديو عشان الوقت وكده. فابتديت ان انا احشي اتنين اتنين قدام الكاميرا، وبعد كده خلصتهم من ورا الكاميرا براحتي.
هوريكم بقى بعد ما اخلص. هنا كنت خلصت بقى حلة الكرنب والبتنجان والفلفل والكوسة، واخدتهم كمان على النار. هنا شوية شوربة كده كان عندي، شوربة لحمة او شوربة فراخ براحتك، عندك في الفريزر طلعيهم. فكيتهم على النار وغليوا، ورحت اول حاجة سقيتها الكرنب. الكرنب طبعا عشان خاطر دلوقتي بلدي ما بياخدش سوا كتير، فخليت حطيت شوية كده وهزيتهم، وهزودهم شويه كمان وخلاص كده. وعشان الكرنب بتاعك ما يفكش، حطي له طبق كده من على الوش، وحطي له كبشه كمان كده، وخلاص على كده. اهم حاجه الكرنب بتاعك ما يبقاش متغطي تماما من الميه، يبقى باين. تمام. هنا بقى حطيت شوربه برضو، غطيت كده المحشي بتاعي بتاع الفلفل والكوسه، وجبت شويه شوربه تاني عشان خاطر البتنجان. وولعت النار تحت الكرنب عشان يغلي، وولعت النار برضو تحت الكوسه والفلفل، وهغطيهم بورق ألمونيوم. الكوسه والفلفل، صينيه الكوسه والفلفل كده هغطيهم بورق ألمونيوم عشان يستووا براحتهم خالص. بعد ما غلي صينيه الكوسه والفلفل، اول ما غليت رحت هديت النار خالص عليها. تمام، عشان خاطر ما تشطش معايا او ما تتحرقش معايا. تمام كده، هسيبها تغلي وبعد كده هوطي عليها النار. هنا بقى البتنجان بتاعي هاخد بقى الشوربه بتاعتي وهسقيه برضو. طبعا الشوربه انا مملحاها وظابطه ملحها وكل حاجه. خلاص كده، هولع برضو عليها وهغطيها بورق ألمونيوم برضو. الحله لقيتها سخنه، رحت جبت زي منديل كده، وابتديت ان انا اقفل ورق ألمونيوم من الجناب كويس قوي. الحركه دي بتاعت ورق الألمونيوم او اي صينيه عندك حطيها عليها او اي غطا، بصراحه بتسرع معاكي برضو السوا، كانك عامله حله ضغط. تمام. هنا هولع النار العاليه دي للكرنب عشان يبتدي يغلي معايا. بعد كده هوطي النار عليه. هنا خلاص كان النار غليت تحت الصواني، وطيت عليها. والكرنب برضو هيغلي دلوقتي، هوريه لكم بعد ما يغلي. هنا اهو الكرنب بتاعي كان غلي وبقى شكله حلو قوي، وكان ريحته بصراحه خطيره. وطيت النار عليه وهسيبه بقى يستوي براحتهم. بصراحه ما اخدوش وقت معايا خالص، نص ساعه كان كل ده مستوي. تمام. هوريكم بقى بعد ما الصواني بتاعتي تتشرب واحطها في الفرن. ماشي. طبعا حلة الكرنب دي عشان بلدي بصراحة ما اخدتش معايا سوا خالص. يعني انت متهيألي لو حلة الكرنب ساعات بتاخد سوا اكتر، ممكن اكتر من نص ساعة، بس دي بصراحة نص ساعة وكانت مستوية وجميلة. هنا اول ما الكرنب بتاعك بيبتدي يتشرب كده، بتروحي شايلة الطبق اللي على الوش ده، وبتدي تسيبيه بقى ايه يكمل السوا بتاعه. تمام. ما تسيبيش الطبق عليه. اول ما بيبتدي يتشرب خلاص هو اخد حجمه كده، بتروحي شايلة الطبق اللي عليه، وبعد كده بتغطيه وتسيبيه بقى براحته خالص. هنا بقى هنبص على هنا بقى ابتديت ابص تاني على المحشي. كان عدى برضو بتاع 10 دقايق ربع ساعة. ابتديت ابص على المحشي، كان خلاص ان هو يعني فاضل له بتاع 5 دقايق ولا حاجة. وهنا البتنجان بتاعي كان اتشرب واستوى كمان. تمام. فابتديت ان انا احط له معلقة السمنة البلدي بتاعتي، وكنت مولعة الفرن طبعا. هو البتنجان اسود، هتقولي بيحمر ازاي البتنجان؟ لا مش هيحمر، هيتشمع كده في الفرن. يعني بتاع 3 دقايق 4 دقايق كده في الفرن وخلاص على كده. فاهمين؟ بيتشمع كده، بتحسي نفسك بتاكلي محشي محمر مش مسلوق. فاهمين الفكرة؟ هو ده طعم، والحلة طعم تاني خالص لا يقارن بيه بصراحة. آه، طبعا هو حلو وكل حاجة ابو حلة، بس انا بصراحة اتعودت من صغري على المحشي اللي في الصينية. هنا برضو كان الفلفل والكوسة بتاعتي ان هي استوت كده. طبعا انت طبعا لو مش عايزة تحمريه ممكن تسويه بنفس الطريقة دي وخلاص على كده، كأنك مسويه في الحل. فاهمين الفكرة؟ حطيت بقى شوية معلقة سمنة بلدي كده على الوش، ودخلت بقى الفرن. شايفين الشكل قبل ما يحمر؟ وهوريكم الشكل بعد ما يحمر هيبقى شكله ايه. تمام، عشان تعرفوا قصدي. بس الكوسه طبعا من الحاجات اللي مش هتحمر قوي، هتدي لون حلو كده بسيط، غير الفلفل. ماشي. هنا خلاص الكرنب كمان هحط له معلقه سمنه بلدي عشان كان خلاص يعني بتاع كام دقيقه كده وهطفي عليه. دقيقتين 3 كده او 5 دقايق بالكتير قوي كنت خلاص هطفي عليه. فبحط له شويه سمنه بلدي كده على الوش، وبسيبهم بقى يتشربوا حلو قوي مع بعض، وبغطيها كده لغايه وقت الغريف بيستوي معايا. تمام. هنا بس بوسع مكان كده عشان الميه دي
تتشرب كده لتحت، او السمنه دي تنزل معايا لتحت. هنا كان المحشي بتاعي استوى اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون؟ اللون اصلا بيتكلم عن الطعم، يعني فاهمين الفكره؟ طعمه كان حلو ولونه حلو، والبتنجان بتاعي كمان اخد لون بسيط كده واتشمع. بسم الله ما شاء الله. شايفين الكرنب كل واحده بوحدتها، ومش معجن ومش مفتح ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. هغرف كمان باقي المحشي، وهوريكم برضو الشكل النهائي اللي فطرنا بتاع 10 يوم رمضان، وبألف هنا وشفا. طبعا كان مطلعين بقى جنبيها برضو البلح والعصاير، بس ما صورتهمش معاكم. بألف هنا وشفا. جربوا بقى يوم كده عبدو محاشي، هيبقى حاجة مختلفة. سيبوا تعليق حلو منكم كده تشجعوني فيه، وسيبوا لايك جميل منيكم لو أول مرة تشوفوني. برضو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي، واشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين.